خلينا نروح دلوقتي للاستماع. بالنسبة للاستماع، أنا معايا نص استماع هسمعه، نص محادثة، ديالوجو. خلينا نقول إن إحنا هنذاكره إزاي. هنقسمه 4 مرات، هنقسمه على 4 خطوات، مش هنقسم الديالوج نفسه بس، هنعمله على 4 مرات. هنعرفه مع بعض ازاي دلوقتي. أول مرة أنا بسمع الديالوج، بسمع الأوديو، بسمع التسجيل بتاعي بشكل طبيعي جدا من غير ما يمكن كمان أعرف عنه أي معلومة، وهنا بيكون تركيزي على فهم الموضوع العام، فهم الأفكار أو بعض الأفكار الرئيسية بس. وبعد كده كده أول مرة خلصت. أرجع أسمعه مرة تانية. المرة التانية وأنا بسمع أنا بتكلم معاه، يعني هو بيقول مثلا sono stato in Italia per 2 anni مثلا. يبقى انا كده ايه، هو بيقول الجمله دي انا بنطقها معاه في نفس الوقت، بعمل شادوينج، بقرا معاه او بنطق معاه في نفس الوقت. يعني هو بيقول بعده، يبقى كلنا في نفس اللحظه بقول بعده. الريفو يبقى كلنا في نفس اللحظه معاه بقول الريفو، ما استناهوش يقوله بعد كده انا اقول وراه. فالدور ده او الخطوه دي ايه اهميتها بالنسبه لنا؟ هي ليها فايدتين. اول فايده ان هي بعد ما الاوديو يخلص هكون انا بما اني نطقت معاه فاكر الى حد ما الكلمات كويس، فاكر الحاجات اللي هو اتكلم عنها. تمام. ولما انا نطقت معاه انا مشيت على نفس الريتم بتاعه، مشيت على نفس البرونونشا لاتشانتو اللي هو نطق بيها، فانا طورت نقول من اللهجة بتاعتي، او طورت من سرعة كلامي، او الريتم بتاع الكلام بتاعي بقى طبيعي اكتر. تالت مرحلة وهي إني أسمع النص وأسمع المحادثة، والنص نفسه الترانسكريبسيون مكتوبة قدامي. مثلا أنا بسمع تسجيل والديالوج اللي بسمعه محطوط قدامي، فأنا بسمع وبمشي عيني في نفس الوقت على الكلام اللي قدامي. ودور الخطوة دي إن هي لو أنا في كلمة أنا أصلا عارفها، يعني بسمع كلمة، أنا عارف كلمة بيلو، بس لما سمعتها منه ما قدرتش أميز إن دي كلمة بيلو، فصح. الدور الخطوة دي ان هي ايه، تخليني اعرف ان لا اللي انا سمعتها هي اللي قدامي دي. فيبقى كده ايه، كويس سمعنا، والخطوة التالتة مشيت معانا تمام. الخطوة الرابعة وهي اللي انا فيها بقى، هقارن ما بين اول مرة والمرة الأخيرة هي المرة الرابعة، عشان أشوف إيه التطور اللي حصل، أنا استفدت إيه وإيه اللي لسه جديد. بعد المرة الرابعة هيكون قدامي حاجتين هقف عندهم، وهي ممكن نقول أول حاجة كلمات انا اوريدي عارفها زي ما شفنا مع كلمة بيلو، بس لسه محتاج اتعود على طريقة نطقها من الشخص اللي انا سمعته ده، هو بينطقها بطريقة مميزة مثلا، فانا محتاج اتعود عليها. او هي كلمات عمرها ما عدت عليا ودي اول مرة ليا معاها، فانا في اللحظة دي برجع للنص المكتوب اللي قدامي بتاع الترانسكريبسيون بتاعت الاوديو واشوفها، عشان اطلع الكلمات الجديدة دي واتعلمها واعرفها، او عشان اعيد نطق، نقدر نقول التسجيل بتاعها مرة تانية واسمعها منه مرة تانية. فكده يبقى انا ايه، طورت معايا اكتر من مهارة. سمعت، اتكلمت، اتعلمت كلمات جديدة، وكده ايه يبقى الموضوع بالنسبة لي ممتاز جدا.